كنت بقلع النضارة وأكون مش شايفة ولا من قريب ولا من بعيد. كان في أحيانا كتير مش بعرف، يعني محتاجة إن أنا أقلعها، مش شكلي مش عاجبني بيها، أو إن أنا محتاجة ألبس نضارة شمس ومش شايفة من غيرها. فدلوقتي بقيت أمارس حياتي الطبيعية من غيرها خالص. أنا فاطمة مدحت، وده بابايا. هو مدير الفحوصات الطبية ومدير الليزك في مستشفى دنيا العيون، عشان كده احنا اخترنا المستشفى دي أعمل فيها عملية الليزك وأتخلص من النضارة مع دكتور هشام. وأنا في العملية تعبت دكتور هشام جدا، وهو كان لطيف جدا معايا، ودلوقتي بقيت أشوف أحسن من غير النضارة. كان في أحيانا كتير مش بعرف، يعني محتاجة إن أنا أقلعها، مش شكلي مش عاجبني بيها، أو إن أنا محتاجة ألبس نضارة شمس ومش شايفة من غيرها. فدلوقتي بقيت أمارس حياتي الطبيعية من غيرها خالص. لا، هي ما كانتش يعني كانت عادية ولا سهلة، ما حسيتش بوجع وما خدتش وقت كتير يعني. يعني هي الأولانية بس اللي قعدت فيها شوية عشان كنت خايفة، بعد كده لا خلاص ما حسيتش بحاجة. تقريبا كل ربع ساعة يعني عينيا الاتنين تقريبا. من بعد أول يوم بدأت الرؤية إن أنا أحس إن أنا شايفة الحاجات، كلام من بعيد، مش زي ما كنت بقلع النضارة وأكون مش شايفة ولا من قريب ولا من بعيد. أي حاجة في الشارع بعرف أقراها عادي. عاملة العملية بقالي أسبوع، ودلوقتي أنا حاسة إن أنا شايفة كل حاجة عادي كأني لابسة نضارة. مستشفى دنيا عيون مستشفى جميلة جدا طبعا، وحديث فيها أجهزة الشون الأميرس ال 1050 ار اس. ده جهاز شون موجود في دنيا العيون فقط لا غير، أو ممكن نقول موجود في دنيا العيون وفي مستشفى تانية في اسكندرية فقط لا غير. لا، نتائج الريزلت جميل جدا بالنسبة لجهاز الشون، دي حاجة جميلة جدا. الناس كلها تطلع ساتسفايد، فاكيد يعني اول ما هرشح اي حاجه لبنتي هتكون دنيا العيون بالنسبه لجهاز الشوينج الاميرس. طبعا اكيد بشكر دكتور هشام غريب. دكتور هشام غريب اخ كبير يعني، وحد جميل جدا، وحد يعني انا اتعلمت منه حاجات كتيره جدا. هو دكتور هشام غريب حد استشاري كبير جدا ما شاء الله، ربنا يبارك في علمه وربنا يبارك فيه، وبشكره كتير جدا جدا.